الاسلاميه يعني بتنظر لنا من ناحيه الشريعه وهي دي مرجعيات الشريعه الاسلاميه. فاحنا بنطمنكم على مواد الهويه، بنطمنكم مثلا على مواد مقومات المجتمع، ان احنا كل يعني كلنا كده المجتمع كله المفضل عنده كم متدين يصل المجتمع بتاع الاطفال واعراف وتقاليد كلها مبنيه على الدين. فاحنا محتاجين ان احنا نخرج من الوعي دي تاني. عشان كده بقول لكم يا جماعه احسن ناس في 2013 ان هو مبني على توافق لجميع طوائف الشعب. لما الاستاذنا كان الدستور توافق من فضل الله عشان كان كده عادي وما حصلش تصويت على المواد، لكن كان كله في التوافق ما بين كل الشعب. وانا بشكركم يعني على هذا الامر. بالله علينا ان في شركه محترمه لازم توسع الميه، شركه لازم تبتدي الانتاج حاليا الشركه بتشتغل على دلوقتي جوده المياه وجودتها باذن الله بنفع الجوده. تعالى معانا موجوده عندنا دلوقتي في محطات الميه عشان خاطر نحلل ميتنا اول ما تطلع عشان نبقى مطمئنين احنا وفرقتنا ان شاء الله. كل حاجه بالنسبه للمدرسه باذن الله في يعني حضراتكم يعني ناس فوق طلاب كده تبرعوا في بناء مدرسه في المكان. كان التبرع اللي هو استثمار في الشارع العقاري حاليا في الامنيه التعليميه. بنوعدكم ان شاء الله في قريه المحكمه بهذا المكان يكون في مدرسه باذن الله. احنا هنتكلم بنقول دستور مصر دستور الاستقرار، دستور توافقي عملوا جميع طوائف الشعب. الفلاحين اهم حاجه في الدستور ده انه شال الفلاح اللي كان قاعد في مجلس الشعب على نفس الماده وغير الفلاح. الدستور ده اهو لازم الدوله بتوفير الكلام والسلاح للزراعه غير كده كمان لازم الدوله تبيع المنتج بتاع الفلاح بسعر مناسب للسوق. ودي اهم حاجه بالنسبه لنا احنا الفلاحين. الدستور توافق عليه جميع قوى الشعب وحضراتكم الدليل ومعايا حاجه. النهارده قاعدين على المنصه باختلاف احزاب، جميع الاحزاب ممثله معانا، كل الاحزاب ما عدا حزب واحد مش عاوزينه. لكن احنا بنقول دلوقتي جميع الاحزاب موجوده، اختلاف الاحزاب موجود، ده دليل على توافق الدستور. كل الناس الصفقه المحترمين اللي جايين الاسماعيليه عشان يقولوا نعم للدستور وبأيدوا الدستور متوافقين عليه. يبقى فعلا اعظم دستور اتعمل. الدستور اتعمل في 24 ساعه واتسلك بالليل وكده الصبح، كنا من نوم الصبح كده دي دستور. النهارده الدستور عملوا جميع طوائف الشعب، والاستاذ سمعه من فلاح، من عامل، من مهندس، من اطباء، من مهندسين، من كل طوائف الشعب، حتى المعوقين مسؤولوا بهذا الدستور، حتى الاقسام مسؤولوا بهذا الدستور. ما سابش اي حاجه. ازاي ما طلعش وقول نعم؟ هقول لكم على حاجه بسيطه جدا. احنا دايما شعب متدين. انتوا عاوزين دليل اكتر من وجود حزب النور معانا؟ احسن حزب يعرف ربنا اي حزب النور معانا اهو. الناس اللي تعرف ربنا على حاجه بتعرف ربنا عشان ربنا لله، مش بتحاول تتمسح في الدين عشان نفسيها وعشان اهدافها. لا، ادي حزب النور الدعوه السلفيه، واحنا كلنا سلفيين والحمد لله. بنقول ادي الناس المحترمه اللي جايه معانا النهارده في قريه المحكمه وجايه تأيد الدستور وتقول لكم نعم للدستور. وزي ما شرح الاخوان في الاسلام ان الماده اللي موجوده في الدستور زي ما هم طلبوها كانت بالظبط واتكتبت في الدستور عشان خاطر احنا ناس متدينين في طبيعتنا. فكل واحد يتمسح في الدين ويقول لك ايه ده الدستور لنا ازاي؟ هم هيكونوا احسن من الناس اللي دارسين فقه وشريعه صح. اصغر الشريف
والكنيسة كانت ممثلة دستور جميع الأديان موجودة. مفيش زي ما بقول لك إشاعة يقول لك ده الدستور سمح في أديان أخرى. إيه يا عم في إيه؟ بقول لك الدين الإنجليزي اللي ربنا صنع عليهم والدين الإسلامي الشريعة زي ما هم عاوزين في حزب الروس الصدر. مفيش أي خلاف خالص بالنسبة للأحزاب الدينية، ما عندناش أي مشاكل في الدستور. أنا برضه حني كلمتي دي عاوز أقول على حاجة. باشمهندس صلاح القاعدي مشكورا زي ما هو موجود معاكم في وسطكم دايما. إحنا علينا تركيز اللجان، وإن شاء الله أحب أطمنكم على حاجة مهمة جدا. تأمين اللجان مؤمن بنسبة 100%. أروح حد خالص، أروح حد خالص. أنا بقول لكم عشان الإشاعات اللي بتطلع أولا في كل لجنة فيها الانتخابات هيكون فيها أجهزة أمنية كافية، فيها جهاز الكشف عن المفرقعات، هتعرف كل حاجة قبل ما تدخل اللجنة. كن مطمئنا تماما أثناء وجودك في اللجنة وقبل اللجنة. إحنا كوحدة محلية وشعبنا المحترم ده هو كمان هيساعد الجيش والشرطة في الحماية. أنا النهارده مش هستنى ضابط الجيش يروح يحميني لأختي وأنا رايح أسأل الانتخابات أو أمي. لا، أنا هاخد أمي وأختي وأطلع بيها الانتخابات وأروح للدستور وأنا مطمن جدا مش هيحصل حاجة، عشان هيحاولوا يعملوا أي إشاعات وأي توقعات موجودة وتخوفنا. لا، أنا على فكرة الستات تقدر تعمل نتيجة كويسة قوي وتحمينا معاهم كمان. في جمهورية مصر العربية هتكون مفاجأة عظيمة جدا. احنا بنطمنكم بالنسبة للأمن تماما. الوحدة المحلية هتجهز عربيات هتيجي تجيبكم من هنا وتجيبكم للانتخابات وترجعكم تاني. وانا بلتزم الموضوع جميل ان انا حاسس كل الناس من هنا هتروح اللجنة. كل واحد فينا يبدأ ببيته، وبعد ما يبدأ ببيته ياخد جريد، وبعد ما ياخد جار ياخد جار. كل يبنى مع بعض ايد واحدة وراجل واحد، زي ما احنا عارفين ان احسن عطور ومرأة راجل واحد وايد واحدة. عاوزين برضه في الانتخابات دي تكون ايد واحدة وراجل واحد، كلنا نتفق على بعض وكلنا نرفع على الدستور. محدش يتكاتل، ما نسيبش الفرصة تعمل ايدينا. صدقنا الفرصة تجينا تاني ان شاء الله. كلنا هنطلع وهنقول نعمل الدستور. شكرا جزيلا لحضراتكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. على آله وصحبه وسلم أجمعين. السيدات والسادة، وأطفالنا وضرائعنا أبناؤنا نحن القرى. نحن أذهب بعيدا ضحولي أستحضر حضراتكم جميعا أن نخرج ونطوف حول الدستور ولكن بالجانب الآخر. أولا كفر الرسول جميعا قد أحكموا وأنجزوا في قولهم واستدلالهم عن الدستور. لكن الآن لا يسعني إلى أن أقول كلمة مجازفة عمن أوصلنا إلى هذا الدستور. أنا وهم شهداء ثورة 25 يناير. 25 يناير 2011 الثورة الأخرى، الثورة التي خرج من أجلها شباب مصر وراح لأجلها أفضل الشباب والفتيات. ثورة 25 يناير هي التي أطاحت برؤوس نظام مبارك. 25 يناير التي
لن يتحقق منها هدف واحد حتى الآن لن يتحقق هدف واحد من قول 25 حتى الآن. سأذكر لحضراتكم فترات دون القول فيها. كان 25 يناير 18 يوم به قول سيد رؤوسه وانظروا إلى غير رجعة في بلوغهم أي نظامهم أي رجالهم أي طابورهم الخامس. لو سمحتم الإخوة الصغيرات الكلام ده مهم جدا. سأسأل عنه يوم القيامة. سأسأل الله سبحانه وتعالى عما فقه الناس اللي حضروا. طبعا تيجي إضافة دعوات سنة وانظروا قاعد معانا سنة ونص تقريبا حصل فيها مش معقول فيها ودي بعد كده اخواتنا برضه كل اسبوع بنروح عملوا ايه؟ بعدين كان التمرد وبعد التمرد 30 يونيو وبعدين 3 7 و 7 ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل انا اقول لحضرتك عايز اقول لكم حاجه واحده جدا. احنا كلنا في واحد نتيجه واحد وطن واحد 30 غير 30 ايا كان انتمائه السياسي فهو كلنا مسلمين كلنا مسلمين ولا احنا نيجي ونكلمنا البلد كلنا مسلمين كلنا مسلمين لا فرق بين عربيين ولا عربيين غير الصفر. طيب كمان حبيت ألف مرة حضرات بس حاجة اسمها 25 لكن أحب أقول لكم حاجة مهمة جدا. أحسبها نسيبة اللي هي نسيبة حتى لما لا أقف على خطئين سالبتين بفضل حضراتكم جميعا والمهندس صلاح الثاني طبعا أشكركم جميعا. بس أنا بتكلم عن الأصول لكن أنا حبيت أقرأ على حضراتكم جزء من المقدمة البسيطة عن الأصول يعني حاجات كده على هامش الكلام ماشي؟ طيب أقول لك في مطلع التاريخ لاح فجر ضمير التاريخ وتجلى في قلوب أحفادنا العظام. طول كده على السريع بقى أرجو في المقدمة بتاعت الأصول لعلها تكون واضحة بعضها البعض. أقول لك أنا خلي الفترة الجيش الشعب يعني إيه طبعا الجيش يعني إيه يفتح يعني أنا الفترة الجيش المصري لنقص الشعب أيضا الكثير أنا الكلمة بقى الشعب أفهم من كلمة أتعجب وأقول لو سمحت اسمعوا يقولوا زمايلي يقول لي أنت مجال كنت قدام زمان يعني كنت ناظر في المحكمة القديمة صحيح حاجة من المجموعة كلها والمواجهة والقرار أنا أظن اسمعوا يعني ناس اللي جابوا حد يتكلم يقول له مخالفين في الدنيا دولتين فريقتين بنظام دولتين فريقتين عملية غطوا الجول الثورة دي الأوامر والمصاحب إشارة إلى ماضي ما زال حاضرا الجملة اللي حضرتك في القضاء حاضر ماضي ما زال حاضرا يعني إيه ماضي ما زال حاضرا؟ أقول لحضراتكم فعليا كل اللي شرط فيكم كان له كلام نحن نؤمن بأننا الشعب المصري مش الحكومة المصرية الشعب قادر أن يبني وطن قادر على إنشاء وطن الحكومة وحدها لا تستطيع أن تبني هذا الوطن الشعب توعدكم أبنائكم نحن جميعا نتكاتف في بناء هذا الوطن. كيف؟
المشاعر ووضع السلطات طبعا. طيب كيف كتابة هذا الدستور؟ أنا لا أقول للدستور نعم ولا أقول لا، وكنت أدعو أن أقول كلمة نعم ولا لا عن الثاني. لماذا؟ لأن حزب جبهة التحرير القومية الذي أقوم أنا بأماناتي الإجتماعية الأستاذ مرة يتبنى شعار. ما هو الشعار؟ تعرف الصورة. لا معنى عارف الصورة أي كسر الصورة اسم حضارة السادة كسر الأقاضي السياسيين والمسلمين والعالمين والنصوص اقرأوا وانزل شارك ابن بلدك. ما في حاجة ده صوت فيه. انزل شارك ابن بلدك. وحساب الشيخ الحلوة أشكركم جميعا وعلى رأسنا فضيلة الشيخ الأستاذ علي عبد. السلام عليكم ورحمة الله. في حاجة بسيطة عاوز أقول لكم عليها. في لجنة في مدينة التنفيذ محمد حرايح وأقول لك إيه بعد. في لجنة اتعملت للمغتربين اللي موجودين في المحافظات الثانية ملوش صوت انتخابي، هيجينا مدرسة أحمد عرابي والمسؤولين عشان يدي صوته الانتخابي. مدرسة الثاني في لجنة موجودة في مدرسة أحمد عرابي اسمها لجنة المغتربين اتعملت النهارده بحيث أي حد ملوش صوت انتخابي موجود في اللجان بتاعة المحكمة هنبعت العربية بتاعته ويروح يدي صوته في البطاقة بتاعته والرقم المعروف. الجزئية المهمة جدا أقسم بالله العظيم النهارده كنت في مديرية التموين بنناقش ربنا كرمنا فضل ربنا أولا جهود سيادة الوزير المحافظ جاب لنا المحافظ الإسماعيلية 100 صنف دقيق جاء. النهارده كنت في مديرية التموين لأحالف وأجازف في مديرية التموين مع مدير التموين عشان سيادة المحافظ أشهر أصدار بدراسة الإدارات المحرومة. وإحنا النهارده حاطين المحكمة أولوية أولى وبإذن الله هيزيد عدد العيال كده ودولة. هذا الحمد لله العظيم كنت موجود في مديرية التموين النهارده عشان ابقى اكد عليكم عشان ال100 صنف الدقيق اللي يجوا حضراتكم كلكم تعلموا ده. كنا بنناقشهم النهارده وان شاء الله بقت المحكمه من القرى اللي ليها اولويه. بالنسبه لموضوع الميه المنطقه العاليه واحنا عارفين في مثل كبير بيقول الميه ما بتطلعش العاليه. المنطقه اللي ورانا منطقه جبليه عاليه شويه. طيب هل نسيبهم يموتوا مع عطش يعني؟ ما ينفعش. نزلوه حاجة علينا القرارات لازم نتفق مع شركة المية تعمل لنا خلطة الرفع من الواطي للعالي. والله الشغالين دي كويس جدا فرصة يرفع المية على المهندس محمد من المنطقة الواطية للمنطقة العالية عبارة عن موتور وده اللي احنا بنعمله دلوقتي. عملنا التجربة دي في قرية السلام كانت صراحة اللي عملها ونفذها المهندس صراحة يساعده هو فهو ان شاء الله منسوب نعملها هنا زي ما عملها في السلام. وانا مستعد نصدق على ثمن الموضوع بكره الصبح يجي يشتري منه ويجيب فلوسه. موضوع المدرسه احنا دعونا الورق بتاع الناس عليه عشان تعرفوا الجيل اللي بيرجع عليه من دوله الامارات بتدينا 16 مكان على مستوى المحافظه. مركز الرصيد واخد منهم 6 مجالس. مدرسه في المكان ده اهو ان شاء الله باذن الله الورق بتاعها في هيئه اللجنه التعليميه في الدراسه دلوقتي كانوا طالبين رسم جروبي وديناه الاسبوع اللي فات وموعدكم بانشاء مدرسه باذن الله في هذا المكان. اي حاجه تحت امركم واحنا بنجيبكم طبعا باشمهندس احمد السعد الاعلى القرار الموجود في الانجليزي واعلى القرار اللي بيوصل دايما اللي هو الجمهور هو الحق هو المصلحه. واكبر حاجه
من رئيس الجمهورية الوطن أو موجود أي رجال. إما حاصل لرئيس القرية لرئيس المدينة هو عشان يحسب أهلهم. بس يسموا إحنا بنعرف ساعات ممكن يبقى فيه إهمال، تحت ضرب ساعات يبقى فيه إهمال، يبقى فيه تراخي، يبقى فيه تسلسل، كلنا نتعلم ونتكلم نتعلم إزاي. لكن ساعات زي ما بيقولوا يعني في قليلة المرضى ما بتفكرش. هنا بيجي لهم الدستور دوت عشان احنا الدستور المادة 180 اللي معاه الدستور بتاعه يديكوا الحق يكونوا مجلس الحق. مجلس المحكمة 180 هيبقى ربعه شباب اقل من 21 سنة وربعه سيدات افاضل من بلد ومندوب. حتى المجلس لما يتكون هو اللي هيعمل رئيس المدينة او رئيس القرية، هيعملوا الطلع، هيعملوا الاستقوام وبالحق ويشيلوا بعد كده. فدول كنتوا بعد كده في الانتخابات الجاية اللي كنتوا ما تشوفوهاش، بس توسع عبد المعمور او الخطاب السكين او الخطاب او عين تلاقوا ناس هم ناس مخلصين، ناس عندهم علم، ناس كفاءة في المجلس دوت عشان يعبروا عليه وعشان يلاقوا المسؤول اللي هو المفروض يحقق مطالب الناس. دي المادة 180 لو احنا بنقول نراها او نعمل عليها. نستخدم كل وحدة محلية أكثر الاستقرار العالي في سن المماشي لمدة 4 سنوات. ويشترط المترشح أن يتم سنه عن 21 سنة ميلادية وينزل القانون شروط ترشيح أخرى. عدد الخمس ربع عدد المقاعد الشباب من سن 35 يعني 35 ليه هو الحق. بس أهم حاجة هيكون فيه الربع الأول من الشباب اللي هو من 21 سنة لغاية 34 سنة و11 شهر. ونفس الكلام يرتبط على السيدات. وتختص المجالس المحلية ومتابعة تنظيم خطة التنمية وأول مشاكل مختلفة المية طرق وفرض الأدوات الرقابة على الخطة التنفيذية اللي هو الراجل القيم ده والراجل اللي جاب كل السلطة التنفيذية مسؤولين الدولة. ومن حقهم يقدموا الاقتراحات ويوضعوا أسئلة والجوابات المحلية. ومن حقهم كمان الدستور ده انكم تسحبوا الثقة بينهم اذا ما كانوش على قد المسؤولية واذا ما عملوش اللي انتوا عاوزينه. دي حقوق الدستور ده في المجالس المحلية. نفس الكلام ده ينطبق على الارض، سواء اللي هيجي يمثل في البرلمان وليه مهام اكبر خاصة بالتشريع والقوام القاضي. نقرا الدستور بشكل هادي. المواد كتيرة خاصة بنسب كمان التعليم الصحة والبحث العلمي. الصحة أول مرة في الدستور حق في سنة 1882 وحتى هذا الدستور خاصة 3% من إجمالي الناتج القومي. الناتج القومي ده كل قرش بيخش في الحساب. يعني وزن الصحة كان 66 مليار جنيه، فلو وصل 3% الرقم دوت هيضاعف. طبعا في توفيق اللي هيضاعف لكن الدولة مسؤولة عليه. فلما هتروح الوحدة الصحية بعد كده ان شاء الله طبعا انا عارف اللي يروح ما بيلاقيش اللي يروح ما بيلاقيش ساعات بيروح ما بيلاقيش دكتور كمان. لكن في الدستور بقى ونجرب نقراه لازم كلنا نشوف ازاي القوانين ونشوف الدستور دوت هيطبق ازاي. لو سكتنا وقلنا احنا المسؤولين ويبقى قلنا زي ما قال اخويا لازم الشهداء البلد عايز حالها يتصلح، لازم يكون يشتغل، لازم يكون ينزل، لازم يكون يبقى عنده ضمير. كلنا هنروح الدستور وهنقول نعم بالفعل ده كان تخطيطنا في مستقبلنا وده طريق يعني خريطة الطريق اللي احنا اخترناها بإرادتنا. وإذا كنا عايزين نوجه الرسالة بتاعت الجماعة والطباعة فإن احنا نخرج ونقول نعم للدستور. الكلمة ده لأحد المنظمين الشرفاء اللي أصيب وعلامه
وهو مفيش إدارة الأستاذ الفاضل خالد كامل اللي ما يعرفوش ضربوه لإخوان المسلمين في عينه وظهره ووشه وإحنا مؤسسين عن المحافظة ورفض إنه يسيب البداية وقعد يحكي معانا فالكلمة دي. السلام عليكم. أنا أولا البلد شعبي ترفع عليكم بعض الناس والشعب العالمي ولا دعوة أنا أنت معلش ورفع من لأنه مش محتاج إنه يقرأ الدكتور اتعمل مجموعة اللي عملته حاول يقول كل واحد بس الفقير والغني والفلاح والمعاصر يعني بيرضي كل واحد ما بيقولوش كده بمزاجهم غصب عنهم ايه؟ احنا بنضبط كده مصر بتدبر لها مصر كده ايه؟ المعارضه دي ايه؟ تقدر تقول احتلال، تقدر تقول اقتصاد، تقدر تقول اي حاجه من مصر انه هتعمل محور القناه دوت هتبقى احسن بلد في العالم لو كان هم عليهم عليه. احنا نشوف الدكتور انا مش هقول لحد الا ما يقتنع يقرا ويقتنع ويسمع يقتنع يهدي الامر انا بس المهم الدكتور لو قلت في الشارع لما 14 و15 لا الناس عاوز كلها يتابع يعمل مصور ثانيه الناس دي عايز هل البلد عايز توقع البلد انتوا بتدوا فرصه للبلد تقع وتدوا فرصه للبلد تقع وطبعا انتوا هتساعدوا. اما بالنسبه بقى للمواضيع الثانيه اللي انا عايز اتكلم معاكم فيها بقى النهارده الباشمهندس بيقول انه عايزين موضوع بكره عشان ما تيجي في العالم طب ما جاش قبل كده ليه؟ لا انتوا بقى دوركم ما تسكتوش على حقكم الحاجه اللي الناس شايفاها غلط تقفوا عليها المسؤول ما يفتحش شيء على منه اللي على منه ما يفتحش شيء ويقعد يفتحه على المسائل ما تدوش فرصه لاي بلد في اي موقع يحتمل فيه الدستور ده لو انتوا كنتوا تدخلوا في 30 يونيو الدستور ما كانش هيتعمل ما كنتوش هتاخدوا حقوقكم كنا نقعد في البيوت ولا ما جاش لازم ده احنا نعيش كده الشعب المصري ده المواطن المصري دي حق وحقه اهم من اي حد الراجل اللي جه دلوقتي عشان يعيش هو ده من حقه يحكم المحافظ يدخل الوزير يدخل اي حد عايز يشتغل الكلام الجميل برضه ما بيحكمش النهارده لما الواحد يرجع بيته ولاقي 22 جنيه في عياله ويرجع يستقبله البلد هتستقر مش هيبقى فيه اقتصاد يعني انا قلت للمدير قبل كده عشان الدنيا عرفتني عن النظام اللي بيحصل ناس ما بتشتغل الشعب النهارده لما يشتغل ويروح بيته مرتاح مش هينزل الشارع مش هيقعد على القهوه مش هيشرب سيجاره مش هيفتح مطوه مش هيفتح بتاع على حاجه هو ده الاستقرار بقى مطلوب مني ايه دلوقتي البلد عايزه مني ايه دلوقتي العمل الشغل ما اقولش كبر دماغك لا اشتغل وقاوم ولو شفت ضرب ابعد عنه النهارده انا 14 الناس دلوقتي مش مستني الجيش اللي هو يحمينا في السلطه حامينا اهو احنا معانا سلطه معانا جيش انتوا اللي حامينا هو حد يبقى يجي دلوقتي هم هيجي دلوقتي يبقوا سلاح بس خايفين يبقى الاتحاد قوي انتوا اللي تخططونا وتعملوا الصوت دول شايفين هو ده لكن العالم كله يرجع عليه احنا بنخليهم يرجعوا توقفوا كده معروف انزلوا الصوره القران احنا ممكن نغيره لو في حاجه مش عجبانا بس نبدا خطوه سنه البلد هتقف فيكم وارجوكم عشان البلد وعشان العلم احنا خلاص ممكن احنا خلاص يعني ولا شباب نعمل لهم المستقبل بعد كده احنا نقعد نبدع شكرا شكرا لاخويا محمد فتح اتمنى له طول العمر والصحه وهو طبعا انا اتمنى ان اشوفه يعني اي سواء مجلس محلي او مجلس حمله مدينه او حتى عضو مجلس الشعب مثل عنده الاتفاق بيجري ورا مصالحكم وان شاء الله اللي بيحب مصر يخرج يوم 14 و15 لان مصر وطننا بلدنا استحق مننا ان احنا
نديها بدماغنا وان احنا نبقى توصيه لشركائها اللي ماتوا عشان احنا نعيش افضل. واشكركم جميعا.